يا أهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات مش بس طب. النهاردة معانا حد لطيف كده من وراء الكواليس هيبقى بيسألنا وأنا موافق، بس خلينا نسمع منه. ازيك يا دكتور محمد؟ مساء الخير يا دكتور حسين. أهلا وسهلا. بما ان اليومين دول احنا شايفين كلام كتير قوي على جراحات شد الوجه والرقبة، فحابب يعني ايه حضرتك كده تقول لنا مقدمة كده عن جراحة الشد الوجه او شد الوجه الجراحي. خلينا نبقى واقعيين بس يا محمد. قبل ما نقول الكلمة دي، يعني انت كنت قايل جملة جميلة جدا قبل ما نبدأ نصور. ليه وليه؟ بالظبط. طب هي ليه دلوقتي؟ ليه خلال السنتين اللي فاتوا بقى جراحة الشد أو شد الوجه والرقبة، سواء كان شد الجلد، سواء كان السماث، سواء كان الشد العميق، سواء كان الشد الكوري، ليه وليه دلوقتي بقى كتير؟ احنا لو بصينا ان اغلب الناس طول عمرها بتخاف من جراحة الوجه والرقبة. مظبوط. بتخاف من الأعصاب، بتخاف من النتائج، بتخاف من ان اللعب في الوش ما فيهوش معلش. بالظبط. وبالتالي من 2002 كان الاتجاه السائد، من اول 2002 وبعد كده التطور العنيف في 2006 كان بالمواد اللي بتحقن، سواء كان البوتوكس، سواء كان الفيلر، سواء كان الدهون. وقعدت فترة طويلة. اكيد الناس اللي قعدت الفترات دي كلها خلال ال20 سنة اللي فاتوا او اكتر من 20 سنة اللي فاتوا، حصل اجهاد في الجلد مع وجود السكين بوسترز وكل حاجة. حصل اجهاد للعضلات، حصل ضمور شوية للعضلات، حصل تهدل في الجلد، حصل كثافة العظام قلت. فبالتالي بقى الحل الامثل عشان يحافظوا على الشكل العام اللي هم عرفوا يحافظوا عليه طول عمرهم بالفيلرز والبوتوكس والسكين بوسترز، عشان يحافظوا عليه بنفس الاشياء دي كان لازم هيحطوا اوفر في الوش، فهيبان الوش اوفر. وده اللي حصل خلال يمكن ال4 سنين السابقه للسنتين اللي فاتوا. فبالتالي الاتجاه ده بدأ يبقى موجود وبعنف خلال السنتين 3 اللي فاتوا، نتيجه احتياج الجروب اللي ابتدى من 20-25 سنه للمحافظه على وجهه ان هو ياخد نتيجه ناتشرال طبيعيه زي ما كان بياخد دائما مع وجوده في شغلنا معاه. حضرتك تقصد ان الايجنج بروسيس بيوصل لمرحله ما بيبقاش ليه علاج غير الجراحه. بالظبط. ولا الجراحه راحه. تمام. بلس على وجود نوعيه جديده من الكلاينتيل بيجوا على العياده، يعني دول عيانين الخسسان العنيف، ألا وهو زي عمليات السمنة المفرطة المتنوعة، أو الحقن اللي بتخسس بشكل قوي، أو الدايت العنيف بيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الدهون، بفقدان الإلاستيستي بتاعت الجلد، وكمان فقدان الباور بتاع العضلة وسمك الفايبرز بتاعت العضلة. تمام. ليه وليه؟ زي ما أنت قلت. أيوه. ليه وليه نعمل شد عميق للعضلات؟ أيوه. الشد العميق ده هو وظيفته الأساسية إن إحنا بنوصل للطبقة اللي فيها السماث ماسل أو الفاشية نفسها، علشان نقدر نصلح الوجه بشكل يعتبر زي ما بيقولوا ريكفري لل10-15 سنة اللي فاتوا. إن أنت تقدر ترجع العضلات upward and lateral لفوق. أيوة. تقدر تاخد العضلات بتاعت النك كلها لللاترال سايد بتاعها، تقدر ترفع التشيكس، ترفع المجزلة، وترفع المجزلة اريا، وترفع الجو لاين اريا، مع تحديدها بان انت تعمل ريبيرنج للعضلة او اصلاح للفاشيا اللي فوق العضلة عشان تديك التايتنينج اللي موجود. تقدر تعمل طبعا تشيك لافتنج، تقدر تعمل في اي برو لافتنج. خلينا نبقى بس ما نخشش في مصطلحات كتير عشان الناس ما تتوهش منها. لكن الجداول من اول المتوسط او الخفيف اللي يلزموا شويه سكين بوستر او باي ستيميليترز، المتوسط اللي يلزموا شويه ماشينري على باي ستيميليترز، لحد ما نوصل لفوق المتوسط اللي يلزموا جراحه على حسب قوه العضلات وعلى حسب الكتله الدهنيه اللي موجوده. بنحدد اذا كانت هذه السيده عايزه 3-4 سنين الدنيا تبقى شكلها لطيف من غير اصلاح للعضلات، يبقى هنعمل سنابس او الشد الجلدي. محتاجة أكتر من 5 إلى 7 سنوات
عشان تحافظ على هذا الوجه وهذه العضلات ترجع تاني زي ما كانت من حوالي 7 يا سيدي 10 سنين، بلاش 15 سنة عشان الناس بتزعل. ده يلزمه جراحة. فعشان كده في ترند جديد موجود بقاله اكتر من 2-3 احنا ماشيين في سكة الشد، سواء كان شد عميق او شد السنابس. السناب ما بياخدش 3 4 5 ايام، ماكسيموم 7 ايام، والعوده للحياه الطبيعيه بتبقى سهله ما جدا. انا كنت لسه اكلم حضرتك في النقطه دي، ان في يعني في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي زي ما بنقول ان هو عصر السرعه والاوقات الشغل الكتير واللي ما يقدروش ياخدوا اجازه طويله والكلام ده كله، دي حاجه بتشغل دايما السيده اللي جايه تعمل او بتفكر تعمل العمليه دي. فهل الداون تايم بتاع العمليه يأثر على حياتها وعلى شغلها، ولا الموضوع بقى احسن بكتير في طيب انت عايز تسمع الكلام اللي عايز تسمعه اللي هو بيتقال عليه في السوشيال ميديا، ولا الحقيقه؟ حقيقه لما نيجي نعمل سناب نيك او شد جلدي للاي براوز او التشيكس او الجلد نفسه بتاع الرقبه والحاجات دي كلها، ده اجراء بسيط ما فيهوش ديسكشن عنيف، ما فيهوش ديسكشن للانسجه كتير، وبالتالي تورماته تبقى قليله جدا. مع الريكفري الطبيعي بناخد 3 ل 5 ايام والدنيا بيبقى شكلها طبيعي. دلوقتي مع وجود حاجات كتيره قوي بنعملها في الديسكشن العنيف للشد العميق للعضلات والحاجات دي كلها، مع وجود الادويه المعينه، مع وجود المساجات المعينه اللي بنعملها على طول، بنتكلم على الريكفري بعد 10 ايام مع وجود الشد العميق. كنا لسه شايفين دلوقتي حالا النهارده في العياده يعني ما بلاش 12 يوم وهي خلاص ريكفرد والحمد لله الدنيا ماشيه كويس. موضوع السحر ان انت عملت العمليه الشكل هيبقى لطيف، دي حقيقه. عينينا ما بيبانوش ان هم عملوا حاجه، ما عندناش زرقانات، ما عندناش، لكن الشكل العام احنا دائما بنقول ان اول 3 اسابيع هي مرحله التورمات، بعد كده هتبدا مرحله الهيلينج لمده 3 ل 6 اشهر. حتى لو المريضه عاجبها الكلام اللي هي شافته باول اسبوع، لسه قدامنا وقت طويل. الموضوع بيتحسن بالظبط. طب برضو سؤال حابب اساله، عنده يعني في برضو ميس اندرستاندينج عند الناس، هل عمليه شد الوجه بتغير ملامح اللي بيعملها؟ يعني انا عيني كانت واسعه هتبقى ضيقه، او عيني كانت ضيقه هتبقى واسعه، ولا هو فقط زي ما بنقول كده بيخليني شبه الصوره بتاعتي من 10 سنين؟ هو ريستوريشن. تمام. يعني احنا بنعمل ريستورينج للي كنا فيه. ايوه. لكن ان انت تحاول تغير على البيلدينج اللي موجود بالعظم بالعضلات بشكلها باتجاهاتها، هيؤدي الى ديستورشن، هيؤدي الى شكل غريب، الى شكل مختلف، الى شكل عض. لكن احنا كل وظيفتنا في شد الوجه العميق او حتى الجلدي هو الريستوريشن لما كان موجود. عضلات كانت اضخم من كده شويه، جلد كان اشد من كده شويه، كتله دهنيه كانت اكتر من كده شويه، فبندي الشكل العام. ممكن نحسن شويه في الجو لاين، نحسن شويه في الدبل تشين اللي كانت موجوده نلغيها عشان دي بتاثر كتير وبتدي شكل شبابي اكتر، وبتدي شكل بدل الجراما ابييرنس بتاع الرقبه. أيوة. بيدي شكل شبابي اكتر. لكن ان احنا نغير في هذا الشكل لا طبعا، احنا بنحاول نعمل له ريستوريشن او نرجعه على قد ما نقدر، على قد مجهودنا نقدر نرجعه للشكل اللي كان موجود عليه ما قبل بقى 7 سنين 10 سنين whatever اللي ربنا يقدر يقدرنا بيه ان شاء الله. انا مبسوط ان انا قاعد بتكلم مع حضرتك النهارده دكتور حسام، واذا كان عليا يعني انا ممكن اقعد باليومين 3 نقعد نرغي، لكن زي ما حضرتك قلت في الاول يعني احنا خلينا خفاف على الناس، ويعني قريبا تاني ممكن نبقى نعمل حاجه زي كده. شكرا دكتور حسام. عفوا.